نيجي بقى للأزمة الكبيرة اللي واجهت النادي الأهلي امبارح، هتلاقي إن النادي الأهلي كان بيلعب بباكات هي مش باكات، لأن معروف طبعًا إن أكرم توفيق وكوكا هُم الاتنين لعيبة بيجيدوا اللعب في نُص الملعب أكتر، لعيبة بتقدر تكسّر وتخبّط وكده، لكن مهاريًا ما فيش. فتلاقي هنا الكرة مع أحمد رضا الوحيد اللي كان مميز في نُص ملعب النادي الأهلي، بيلعب الكرة لعبد الله فبتطول عليه، المفروض إن أكرم يبقى مكمّل، لأ أكرم واقف مكانه، كوكا الناحية التانية واقف في مكانه، فتروح الكرة لأكرم. أول حاجة تيجي التفكير أكرم إيه، نرجع لورا، فيرجع لأحمد رضا. فده الطبيعي طريقة لعب الأهلي إن إحنا نلعب لورا بس، فتروح لأحمد رضا فيلعبها لمروان. أول حاجة يفكر فيها مروان إن إحنا نحط الكورة في الخط الخلفي. الكرة دي بقى بتجسد لك فكرة إن أنا لما يكون عندي باك ووراه جناح أو جناح ووراه باك، فالجناح بيتحرك فالباك بيخش في المساحة، فالباك بيتحرك فالجناح يخش في المساحة. ولا أي حاجة من الحاجات دي حصلت امبارح. ليه؟ لأن أكرم وكوكا الاتنين واقفين وعبد الله بيتحرك لوحده، طب يخش في العمق. خلاص يا اكرم الباك الجبهه اتفتحت، خش يا اكرم انت وكمل. مفيش. طب هنا عبد الله بيلعب واكرم واقف وراه، طب يا اكرم خش من ورا المدافع، خش في المساحه اللي اتفتحت. لا انا مش هخش في المساحه اللي اتفتحت، تتلعب لاكرم توفيق يلعبها لعبد الله، عبد الله يقطم لجوه، مفيش حل فيضطر يلعبها في نص الملعب. ليه؟ الاتنين واقفين جنب بعض. تبص هنا بقى الكارثه، هتلاقي هنا اكرم واحمد محمد عبد الله واقفين جنب بعض، ولا واحد فيهم دخل في العمق ولا واحد فيهم كمل في الهجمه، والاتنين الهجمه مكمله والكره راحت الناحيه التانيه. الكره راحت الناحيه التانيه وتلاقي هنا الكره دي انتهت بتصويبه من امام عاشور اللي ردت من العارضه. ولو في حد منهم وهما الاتنين اللي ماشيين مع بعض زي ما يكونوا ماسكين بعض مان تو مان مكمل في الهجمه، كان زمان الكره دي ممكن يعمل متابعه مع حسام عبد المجيد ويحطها في الجون. فانت بتتابع بعد ما الكره بتكون خلصت، فحاجه لك الله يا اهلي بصراحه.